من الأسماء التي وقعت على أداء جيد في مباراته الأولى، وأتحدث هنا عن بالعمري. أيضا على مستوى الأرقام هناك أرقام مهمة سنتحدث عليها وفيها مع محللي قنوات بين سبورتس بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء. القرار الثالث على التوالي للمنتخب المغربي في مشوار التصفيات، بالتالي العلامة الكاملة وغزارة تهديفية افتقدناها في السنوات الأخيرة. أشياء كثيرة إيجابية. كابتن يوسف صحيح. أهلا بك من جديد. كابتن عزيز، أبدأ معك بما أنه انتهيت معك قبل الشوط الأول، تفضل. وخمسة أهداف جميلة ومريحة وتعيد ثقة لبعض اللاعبين، وأيضا تعطي للمدرب الأهداف والسيطرة كما أشرت، ثنائيات، أشياء جميلة شاهدناها في 45 دقيقة أو أكثر بقليل. ورحب بكما من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس، كابتن يوسف وكابتن عزيز. شاهدنا شوط ممتاز. شخصيا لا أتذكر شوط للمنتخب المغربي أنهاه ب4 أهداف. هو أنا في اعتقادي من أحد أفضل الأشواط اللي شاهدناها منذ مدة لم نشاهد بالمنتخب، بغض النظر عن المنافس، بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب وبهذه السيطره وبهذه كميه العدد من الفرص وبهذه الكثافه العدديه اللي لعب في الخط الامامي، من خلال التشكيل اللي بدا به المباراه. الزلزولي بن صغير الكعبي ورحيمي وزياده على حكيمي واللاعب بالعمري وناحي اللي قدم مباراه كبيره اليوم. وتفاجأنا عندما بعض الاشخاص يتكلمون على أناحي ويقولوا ينتقدون أناحي ليس في افضل احواله، أناحي يلعب باسمه فقط. اليوم برهن على انه لاعب مهم ولاعب ومهم بالنسبه لمنظومه المنتخب، رغم انه لا يشارك باستمرار الان، لكن لاعب يعرف كيف يلعب خصوصا مع المنتخب، يؤدي بشكل جيد مغاير على ادائه مع الفرق اللي لعب لها من قبل. نعم. لاعب دائما يعطيك الاستقرار، يعطيك التوازن، ولاعب مهاري ولاعب ذكي حتى في تحركاته وفي تمريراته وفي الاهداف اللي يسجلها. وهنا الاهداف اللي شاهدنا، الاهداف كلها دائما كانت اهداف بطريقه جميله تبنى من ذخيره الزلزولي يمرر، وكذلك وبن صغير اعتقدنا انه سيلعب على الجهه اليوم. بن صغير لعب اليوم كلاعب حر، يعني مرات هذا هو الترتيب وبين اللاعب الزلزولي، الترتيب المؤقت لهذه المجموعه بالعلامه الكامله. شيء طبعا. عارف اللي يعجبني اكثر امين، انا لو من وليد يثبت بالامريكا ظهير ايسر، انا تنشوف فيه لاعب مهم ولاعب اساسي لظهير. تقول هذا الكلام لانه رجاوي؟ لا 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 بغض النظر عن رجاوي، لا، تحركاته ولاعب ذكي حتى ليس بالكره فقط، لا حتى بدون كره. صحيح. عندما ينزل الزلزولي كالجهه اليسرى هو يدخل عمق الملعب، ولاعب عنده هذيك النزعه الهجوميه، هو واللاعب اللي يكونوا عندك هاد اللاعبين. ومن اول مباراه عندك حكيمي من اول مباراه، ما نساوش مع انه اول مباراه ويؤدي بهذه الطريقه وبهذه الثقه اللي يلعب بها. انا اتمنى انه الان بالعمري وجدنا الظهير الايسر المثالي. نعم، الظهير الايسر مع عزم بطبيعه الحال، لكن انا تنشوف اللاعب بالعمري هو الظهير الايسر الاساسي الان في الوقت الحالي، وخصوصا انك ستلعب كاس افريقيا والرجاء ستشارك في البطوله. علاش اقول لك لماذا؟ لان عندك ظهيرين من اعلى المستوى الان، الطراز في النواحي الهجوميه. صحيح. عندك اليوم كم مره اللاعب حكيمي بالعامل عندك نفسه يعطيك التوازن من الجهه اليسرى. شوط رائع، شوط مهم. نعم. شوط ممتاز. المشكل الوحيد هي اصابه اللاعب بونو، نتمنى ان شاء الله ما تكونش. كابتن عزيز، هل الكثافه العدديه على مستوى التنشيط الهجومي هي التي اثمرت الاهداف ال4 اليوم؟ وهي المشاركه ديال الجميع صراحه. صحيح ان التوظيف كنا ننتظر ممكن انه يكون كاين اشكال ما بين الزلزولي وبن صغير على الاطراف، لكن بالتوظيف اللي شفناه في هذه المباراه انه لعب تقريبا بالحاله الدفاعيه، كيرجع لرحيمي انه يسد الجهه اليمنى وبن صغير في العمق، يعني نلعبوا ب4-2-3-1. ولكن عندما نمتلك الكره كيولي الفريق كيلعب 4-2-2-2، يعني اثنين في وسط الميدان وهما أناحي أكثر تقدما ومرابط، أمامه بن صغير والزلزولي شيئا ما قدامه، ثم رحيمي هو الكعبي. لذلك فشفنا كثافة عددية، توزيع وانتشار جيد في الملعب. إذا ضفنا لذلك حكيمي لكي يخترق من الجهه اليمنى، شوف هذا الخروج من أناحي، خروج الى مرابط،
ثم الى حكيمي في الطرف الايمن. لماذا؟ لان رحيمي والكعبي دخلوا لوسط القلب الهجوم، مما منح الفرصه الى حكيمين يلعب وانتو مره اخرى مع نعم. أناحي كان اشدنا به حتى في المباراه الماضيه اللي لعبها مع المنتخب المغربي، رغم انه كان يفتقد الى التنافسيه، ولكن قلنا بانه عنصر مهم جدا، لان عندنا جميع اللاعبين اللي ممكن نعوضوا بها لاعبين اخرين، لكن أناحي ما عندناش هذه النوعيه ديال هاد اللاعبين اللي كيلعبوا بوكس تو بوكس واللي ممكن يعاون في الدفاع ويعاون في الهجوم. الان صحيح بالعمري يتكلم عليه يوسف. خليني اسال بطريقه اخرى. نعم. حتى نكون امناء. نعم. ماذا عن حركاس؟ لا، اليوم كان موفق الى حد كبير الى جانب اجل. لم يمتحن. صحيح. صراحه لم يمتحن. الكره الوحيده اللي ممكن نقولوا انه امتحن فيها هو اكرم. تدخل فيها المحمدي، تدخل فيها المنير المحمدي صراحه، وهذا هي الخطوره اللي ممكن تشكل على المنتخب المغربي، لان عندما احنا كنكونوا كنهاجموا كنبداو الهجمه كنبقاو متفرجين، ما كنستبقوش ضياع الكره، وهذا ما حدث اذا تتذكر امام جنوب افريقيا. وامام جنوب افريقيا، واللقطه ممكن حنشوفوها في اللقطه الوحيده اللي كان يتدخل فيها منير محمدي فور دخول الملعب، وهذا لازم نشيد ايضا منير محمدي. شوف هذه الكره اللي شوف بالعمر يا امين. نعم. دائما يلعب ويتقدم، نفس تقريبا الاسلوب اللي الحكيم في الجهه اليمنى، ديما تقدم. هنا تمريرات اللاعب، التموضع ديال اللاعب صحيح، انا ما كاينش هناك ضغط، ما كاينش هناك، لكن يحسب كذلك لأناحي لانه ذكي، حتى الاهداف اللي سجلها كلها عن طريق حط الكره، يعني ما لم تكن هناك التسديد بقوه، لكن كان ذكاء اكثر. كره مركزه. الجهه اليسرى دائما شوف السرعه دائما، ودور كبير ما شاهدناش، يعني العمل الكبير اللي يقوم به اللاعبين باللاعب الرحيمي وحتى اللاعب كعبي، رغم انهم ما سجلوش لكن قايمين بشوط جيد. يعني هل تعتقد انه الان في ظل المشاكل التي كان يواجهها المنتخب امام مثل هذه المنتخبات المتكتله دفاعيا، انه الحل الانسب هو تلعب بلاعبين على مستوى؟ لا شوف، هي كل المباريات مختلفه، ما ننساوش ان هذا منافس غير أتحدث عن المنافسين الذين يتكتلون في الدفاع. كل المنافس غيتكتلوا لك في المباراه، كانت تقريبا اغلب المباريات عطينا شي منافس خرج لعب معك الكره في المغرب، ربما المنتخب الغابوني عندما ستواجه نيجيريا خرج معك لعب معك الغابون خذ 4. يعني كل المنتخبات شوف في النهائيات انا اتوقع تقريبا 90% الا المنتخبات الكبيره اللي ممكن تجاريك، نيجيريا، منتخب مصر، منتخب الجزائر يمكن، لكن من هذه المنتخبات الاخرى اكيد ستلعب على المرتدات. اول شيء تلعب على انت تلعب على ارضك امام جمهورك. شوف هذه الكره على المرتدات اللي لازم تكلمنا على هذه اللحظه، وهذا شيء طبيعي عزيز، لان دائما عندما تلعب دفاع متقدم وتكون مسيطر اكثر دائما غادي تكون عندك واحد الفجوه وتكون عندك واحد المشكل. يعني لازم يكون هناك احتياط. لازم يكون احتياط، اتفق معك، لازم يكون احتياط، لكن حتى المنافس لما تشاهد المنافس عنده كذلك سرعه وعنده بعض اللاعبين المهمين. نرجع للكلام على المنافسين الاخرين انهم يلعبون بنفس لكن ليس في اغلب المباريات راح تلعب بمهاجمين وتلعب بالكثافه العدديه. راه منتخب اخر افريقي ربما يكون افضل، يمكن نيجيريا ما يمكنش تلعب ب5 مهاجمين. لا تكون عندك توازن، لكن هو كما قلت هي فكرة أنه يجرب الآن بعض الأساليب لأن تحتاجها ليس في بداية المباراة، ولكن مع أثناء المباراة يمكن تكون متأخر، يكون مثلا تأخر في تسجيل هدف التقدم، يمكن تغير الأسلوب إلى لاعبين أو إلى مهاجمين ومن ثم تلعب بهذه الكثافة وبهذا الضغط العالي. هو يوسف إذا رجع حكيم زياش وإبراهيم دياز أكيد سوف يتغير أسلوب اللعب اكيد، لان ابراهيم دياز كيبغي الكره في رجله ويخترق، زياش كيبغي يلعب تمريرات طويله، اذا حيت سوف يتغير. بينما عندنا الان لاعبين توغل، بن صغير وزلزولي وحكيمي ورحيمي، هذو كلهم وناحي كلهم لاعبي توغل وفنيين. سأعود اليك كابتن